السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني وحشتوني وحشتوني. هنستهل النهارده حلقتنا دي ببركة بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت. ونشهد جميعا بأن سيدنا النبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، النهارده الحلقة ليست بعيدة كل البعد عن الحمام، بس هنحاول نخرج من الحمام شوية ونخشها شوية لأن فيها نواحي إنسانية. ألا وهي النواحي الإنسانية هي تسليط الضوء على كل ما هو موبق من الموبقات اللي احنا بنقابلها في حياتنا من بعض الأشخاص اللي بتسود عيشتنا واللي كنا بنتوسم فيهم خير بيطلعوا مناجيس ولاد كلب. واحد كان معاك وعايش وانتوا الاتنين أغلب من الغلب مثلا، فتبص تلاقي من جمال الحياة ان هي عامله زي الرولت اللي هي الدايره اللي فيها انت حلو انت وحش انت ابيض انت اسود انت وبتدورها كده، وهي تقف بالمسمار على اي اتجاه او بالمؤشر على اي اتجاه، فيقول لك ايه ده كذا كذا او تكسب كذا كذا لو كنتوا بتعلقوا على حاجه. المقصود ان الحياه لما بتدور ممكن تجيب اللي في الواطي في العالي واللي في العالي في الواطي وتشقلب نظريه البشر. فتلاقي ناس كانت زمان دي من سنين غلبانة حالها اتعدل، وناس حالها كان معدول حالها اتعدل جدا جدا جدا، وناس كان حالها معدول حالها اتشقلب، وناس كان حالها قوي جدا بقت صعب جدا ووقعت وقعة لا يرثى لها. ودي نماذج كلنا عارفينها وشفناها، وفي من اصدقائنا وحبايبنا ومن عيلتنا والعيله اللي جنبينا وجيراننا وحبايبنا واللي مسافر واللي جه واللي راح واللي بطيخ وكله. يعني دي نماذج من البشر شفناها. واحد كان فقير اغتنى، واحد اغتنى بقى فقير، واحد كان نص نص بقى عالي قوي 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 اغنى من اللي اغتنى، واحد ما بقى كان نص ونص بقى بيشحت، واحد كان غني جدا بقى مش لاقي خالص بقى او بقى ماشي على قده، واحد بنته في الجامعه الامريكيه خلاص مش قادر يدفع لها ترم، واحد مش قادر يدخل عياله بعد ما كانوا في جامعات في مدارس خاصه شالهم دخلهم حكوميه، لغى الخاصه دخلهم حكوميه لان حاله اتدحضر. فدحضرت الحياه والرولت اللي هي بتدور بينا دي، او الحياه اللي انا بعتبرها دايره بتدور بينا، تجيب كل واحد في مكان او بتشقلب الواحد وبتحطه من مكان لمكان. يعاب على بعض الناس اللي ربنا كرمها وعليت، يعاب. انا بعيب او بعيب او يعني بزعل من ولاد الوزة اللي ربنا كرمهم وعليوا وكانوا مع اصدقائهم شوية حسالة وجرابيع، كانت شلة كده تعبانة ملة ويعني مقضيين يومهم بالعافية، فيظهر فيهم واحد وربنا يكرم قوي، ما ترجع خطوتين يا ابن الاحبل ورا ونغنغ اصحابك، شوف مين فيهم مش قادر يكفي بيته وانت تعرف مصنع فلاني حطه فيه وشغله فيقوم بيته يلاقي اللقمة. شوف مين بيعرج ومش قادر يستحمل العيشة واسنده طالما ربنا سندك وعلاك. ليه و500 ليه مليار ليه؟ لما ربنا بيديلك بتهبق، بتقزح، بتطير، بتسيب الليلة كلها بجرابيعها، بتنسى اصحابك وتنسى نمرهم وتتطربق العيشة بيهم وعليهم، مش فارقين معاك. ليه؟ ده انت كنت من ضمن الناس اللي بتنزل تلاقي الترابيزه شغاله كوتشينه تتلقح تقعد عليها عشان تشرب لك مشروبين على قفا اصحابك. لماذا؟ ليه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ كرمك ربنا والله العظيم ودين محمد الكلام ما مقصود بيه اي حد، ولكن رؤيتي للناس اتغيرت. بقيت اشوف حد كان وبقى، اللهم صل على جمال نور سيدنا الحبيب النبي. ارجع بقى، ارجع، مطلوب منك ترجع، ارجع شوف اللي كانوا منك مين فيهم مش مظبوط اظبطه، مين فيهم متعوج اعدله، مين فيهم يعني ظروفه طاحنه
اعلى بيها سنه والعالي هو الله. ما دول الاقربون، دول اللي منك، دول اللي حضروك، دول اللي شافوك ما بتغيرش فانيلتك وقميصك عشان ما ابوك ابن الذين امنوا ما كان جربوع زيك وما كانش لاقي ياكلك وكان يا دوبك يطفح لكن مش لاقي يلبس. فاللي مش لاقي يلبس ربنا اداله ملبس، اداله عيل بالصلاه على جمال نور النبي، يعني خلاص الملبس بقى ببقه. ما يدوق الناس الارواح وسكرها. اعدل تتعدل، اظبط تتظبط، تمام؟ يعني خلي بالك، خلي بالك. احنا في موضوع الحمام وقناة الحمام اللي انا بكلمكم فيها دي قناتي انا، بيحصل نفس القصة دي بالظبط. حد ما كانش لاقي يشتري حمام، 6 سنين رجعت لقيته بقى معاه يجيب عنابر حمام زي الفل. والله ربنا يرزق كل مشتاق وكل محتاج ربنا يديله، لان من قال يا رب غلب. وربنا بيدي الانسان اللي يستحقه، واحنا فاهمين كده. لا رد لامر الله، لا رد لامر الله، حاشا لله. ولكن عايز بقى ان الذين انعم الله عليه بهذه العطيه من عطايا الله قسمها. بر اخواتك، بر اهلك، اظبط الكلام. حكم اتضايق، شوف ايه اللي مضايقه. اصل هو اللي مضايقنا الفلوس، اللي مزهقنا الفلوس، اللي مكفرنا قلة الفلوس. لان النهارده واحد يقول لك الفلوس مش كل حاجه، جاتك نيله عليك وعلى امك، دي كل حاجه. دي العيله لو ماشيه مع وجوه ومرافقه واسمها بنتك، بالفلوس تجيب لها مره بودي جارد تمشي جنب منها، او عربيه فخمه تركبها بنتك راحه بيها جايه ومعاها 2 حراسات بالفلوس. عايز تخسر وتجيب حشيش هتجيبه بالفلوس. عايز تبقى شيخ جامع وتجيب مصاحف وسبح هتجيبها بالفلوس، مش هتشحتها. كل حاجه بالفلوس. المبدأ النهارده بقى ماشي بالفلوس، واللي يقول لك غير كده تف عليه ودوس. والله العظيم بالفلوس، اقسم بالله بالفلوس. ده احنا شفنا البدع، ده احنا شفنا حاجات ما تتشافش، كان اساسها قله الفلوس. شفنا نسوان عايزه تتطلق من جوازاتها بعد 10 عمر عشان الحياه اتضيقت، وسبب ضيق الحياه قله الفلوس. شفنا نسوان نفسها تخرج زي نسوان بتخرج بعربيات جوازاتها عشان تشتري حاجات وتخش سوبر ماركتات وجزارين وفاكهه ولحمه، ما هي بالفلوس. شفنا نسوان وبنات بتغير من بنات عشان دي بتلبس ودي مش لاقيه تلبس، عشان اللي بتلبس جايبه معاها فلوس، جايبه حاجاتها بفلوس. فهي اساس حياتنا المال يا ابني، المال والبنون يا ابني زينة الحياة الدنيا. انت اصدق ولا ربنا؟ اصل بقع في كلب بديل بشري، والله العظيم عليا الطلاق بال3 بقع في كلب. يقول لك ايه؟ الفلوس مش كل حاجة، جاتك نيلة عليك وعلى اللي خلفك. اقسم بالله اللي خلفك حمار جاب حمار. عنده الفلوس مش كل حاجة. لو مرضت يا كلب هتموت، لو ما دخلتش مستشفى فخمة بالفلوس تتعالج هتموت، مش هتلاقي علاج. هتروح مستشفى فيها غرفة فيها 10 سراير وحلني على بال ما حد يجيلك. لو معاك فلوس سويت جناح، كونسلتوا دكاترة يشوفوا انت عندك ايه ويلحقوا الليلة قبل ما تبوظ. خلاصة كلامي يا رجالة، والله العظيم عن ثقة وعن حياة وعن كل شيء مر بالواحد، أساس عصب حياتنا الفلوس. اتغبى في وش الناس وانت معاك فلوس، هيستحملوا غباء وشك.
اضحك في وش الناس وانت معاك فلوس، هيضحكوا في وشك. يا سلام، معاكش فلوس وماشي وبتعمل لواحد ايه؟ بصه بس كده، هيقول لك يلا اضي يا ابن، يلا بدل ما اجي اديك على وشك. لو بياخد منك فلوس وبيتراضى، ووقفت قدامه في يوم، اقسم بالله ما بهزر، وقفت قدامه في يوم كده ورحت محلق، يقول لك ايه يا ابني مالك، في ايه؟ تعالى بس وحد الله، مالك يا حبيبي؟ مالك؟ روق بس، تعالى نشرب قهوه، عشان عارف ان انت خيرك عليه ومسبق بايه؟ بالفلوس. والله العظيم ثلاثه، منظومه الفلوس ماشيه ما بيننا، واللي يقول لك غير كده نيمه لنا. واحلى مسا عليكم بابا المجال اسامه بيرجو ترمس، لا احيد ولا اعوج، وعارف ان كل ما في الحياه لا يدار الا بالفلوس. اللي بيوريكوا العربيات اللامبورجيني والفخامه والفلل والقصور والذهب والماس والالماظ، حتى الوحوش اللي بقى العرب بيربوها من كتر مالهم من الفلوس، من نعم ربنا عليهم. هو ربنا ما بيرزقك بالفلوس، بيرزقك بنقمه. نعمه. واحد كان جميل جدا يقول لي ايه، ايوه نقمه، ايوه نقمه، هيحاسبوا يا اسامه. قلت له والله العظيم يا مولانا، من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. شوف بقى، دي هتشوفها في الخير ودي هتشوفها في الشر. يعني انت بقى، انت من جواك بقى انت عايز تعمل ايه بقى؟ ما هو انعم ربنا خلاص، انعم، نزل لك ثروة، انت بقى عايز تستخدمها في ايه؟ نسوان وترافق وتروح تزني؟ ولا يا مولانا ممكن جوامع واكفان ويتامى وارامل وجمعيات شرعيه تدي فلوس وتراضي الناس؟ انت يا مولانا عايز ايه؟ مولانا جاله خرس، قال لي لا طبعا اتجه الاتجاه الصحيح، اللهم اجعلنا من اهل اليمين. طب ما هو هيجعلك من اهل اليمين ماشي يا مولانا، بس احنا بنقول لك عشان خاطر يجعلك من اهل اليمين اداك ثروه، فانت هتصرفها في ايه؟ ما ده كان كلامي ليك، هتصرفها في ايه الثروه؟ هشك بشك رايح الهرم بأفخم عربية، تاخد لك مرة تروح بيها تعمل الموبقات وبرضه هيبقى شاهد عليك وهيحاسبك، ولا بنفس العربية، ما انت متدلع بقى، ما هي جالك ثروة، ولا بنفس العربية ورايح كده مسجد مين ده يا ابني؟ مسجد فلان يا باشا، مسجد الرحمن الرحيم. طب عايز مدير الإدارة بتاع المسجد، جاب لك الشيخ فلان، والله دول 20,000 جنيه لوجه الله للغلابه اللي بيجوا حوالين المسجد، انا قلت ما احطهمش في الصندوق وادهم لكم، وفي ظهر العربيه هفتح لك الكبوت تاخد مثلا ايه 500 كفن لوجه الله مثلا. ما هو ده كده لوجه الله، يبقى انت كده بتصرف في النواحي اللي هي خاصه باعمال الخير، ولكن انت من جواك نفسك في ايه؟ هو ده مربط الفرس، هو اداها لك ربنا، نزل لك السره، فتحتها لقيتها فيها الماظ وياقوت ومرجان، تمام؟ فلوس اهي، هتصرفها انت في ايه؟ عشان تقول لي ما هو يا ابني هيحاسب، ما هو هيحاسب، بس انت ما تجحش وتقول ما هو هيحاسب في دي، هيحاسب وفي دي هيحاسب، وإن ما صرفهمش هيحاسب، لان ايه؟ انفقوا انفقوا من رزق الله، ولا ايه؟ ما هو برضه قايلها، ما هو برضه المولى سبحانه وتعالى ربنا من فوق 7 سماوات قايلها، تمام؟ يعني ما تسمعوش كلام حد واسمعوا كلام دماغكم، ولا كلامي انا يسمع، والله العظيم ما بهزر، ولا كلام دماغك انت. وافهم ان انت شفت بعينك نص اهل بلدك مصر هنا او راحوا بلاد خليج عشان يرجعوا بالفلوس، عشان يعرفوا يعيشوا من خلال الفلوس، عشان لو عيوا يتعالجوا بالفلوس، عشان لو جاعوا ياكلوا بالفلوس، عشان يتكسوا بالفلوس، عشان يسكنوا في اماكن نظيفه بالفلوس، عشان يركبوا عربيات بالفلوس، عشان كل شيء بالفلوس، لان ربنا ذكر الفلوس، المال والبنون، مش العيال مش البنون والمال، جابوا الاول قبل العيال، لان هو المال اللي بيجيب لك الدفشه الصح والسرير الصح والاوضه الصح والمستشفى الصح، عشان لو اتدورت تولد الوالده الصح وتجيب لك البنوته التمام اللي تعرف تكسيها من المال.
فهمت الحياة ماشية ازاي؟ بتدار بايه؟ ها؟ بتدار بالرحمة فيما بيننا وبعدل الله إذا كنت عادل بينك وبين الناس، وأساس حياتنا الفلوس. وصلت؟ عشان خاطر بص، اللي عايز يحترم نفسه ما يردش عليا في الفيديو ده بالذات، لأن دي وجهة نظري، وإن لم تأخذ بيها خد كلامي كده حطه في الكابانيه وشد عليه السيفون. تمام؟ أنا بس دي وجهة نظري، لا تدار الحياة إلا بالفلوس. فاللي يقول لي غير كده بدوس على وش أمه بالجزمة. سلام.